السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ورجعنا بقى في فيديو جديد كده. فيديو النهاردة كده من عند طيور ان شاء الله. الفراخ دي كانت تحت في المنافع اللي تحت وطلعتها بقى فوق. قلت بقى ايه، نبدأ نهتم بيهم ونظبطهم عشان احنا عايزين بيض. تمام. زي ما انتوا شايفين الفراخ ايه الحيوية بتاعتهم، هم مش عيانين لسه بقى، مطلعاهم في الأوضة دي جديد كده لسه من شوية. فطبعا كنت معطشاهم طول الليل. دلوقتي احنا بعد الظهر حطيت لهم طبعا شوربة اهي عشان الديدان، نبدأ بقى نهتم بيهم ناخد بالنا منهم. برضو هحط لهم الاكل بتاعهم دلوقتي. فحبيت بقى اشارك معاكم واقول لكم ازاي ايه نبدا نهتم بفراخنا عشان خاطر السقعه وعشان خاطر يرجعوا يبيضوا تاني معانا. لكل الفراخ بتاعتهم بالوضع بتاع الفراخ مش عينه، فراخ بس ايه مستغربه المكان. تمام. فهنشوف دلوقتي مع بعض انا هعمل ايه او هحط ايه. الاول هجيب لهم الاكل بتاعهم. زي ما انتوا شايفين كده الاكله معايا علف بياض، وحاطه برضو عليه علف ناعم تحت، وحاطه عيش، وحاطه في رز وشيح. تمام. هقلب ده كله كده في بعضه وابدا ايه اقلبهم برضو عصره ليمون. تمام. هم مش صابرين عليا انا مش معايا حد يصورني. تمام. فقلت بقى ايه اشتغل انا كده بنفسي كده واوريكم الوضع عامل ازاي، واللي كانوا كايشين دلوقتي وخايفين هيعملوا ايه. شايفين بقى. وبرده حطيت فص توم قطعته بالسكينه كده. فما شاء الله يعني احنا هنبدا بقى نهتم بيهم، خصوصا في الشتاء. لازم نبدا ناخد بالنا في الشتاء. تدفت الفراخ على قد ما تقدر. دفيتي الفرخ هتلاقي ان هو الصحه بتاعته كويسه، هتلاقيه شايل لحم وفي نفس الوقت ايه هيبيض معاكي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بقى ايه حطيت الشيح. برضو الشيح حاجه حلوه خالص وطارد للديدان حلوه خالص. ما شاء الله. برضو هما في نفس الوقت بيغيروا ريش، فنستغل الفتره دي ان هما الفتره اللي قاطعين فيها بيض ان احنا ننضف بقى مصارينهم. تمام. ننضف مصارينهم ازاي؟ ننضف مصارينهم من الديدان. انا حاطه لهم درع الديدان برضو. ان شاء الله بكره هصور معاكم برضو هديهم رافع مناعه. برضو هنبدا بقى ننضفهم كده عشان يبداوا ايه يشدوا حيلهم معانا كده. وفتره القلش اللي هم فيها فتره تغيير الريش ده ما تطولش، وفي نفس الوقت الانتاج عندنا ما يوقفش. احنا عايزين بيض. احنا البيض احنا بنربي الفراخ البلدي دي عشان خاطر البيض. تمام. فيا رب تكونوا استفدتوا كده في الفيديو بتاع النهارده، ان انا بقول لكم ان نقلت الفراخ من تحت لفوق فهم مستغربين المكان. فلما ابدأي بقى عودي الفراخ عندك على المكان بتاعك، هيئي لهم المكان، دفيهم على قد ما تقدري. اهتمي بالعلف بتاعهم. الفراخ البياضه دي تاكل علف بياض يا 16% يا 14%. 14% حلو قوي ليهم. تمام. انت مش عايزه تسمين الفرخ، انت عايزه الفرخ ياكل عشان يبيض. تمام. وفي نفس الوقت برضو ايه لما انا حاطه دلوقتي حبه علف من اللي هو علف التسمين، لان شايفه الفراخ الحيويه بتاعتهم مش كويسه. فانا عايزه ابدا اظبط الدنيا. ونصيحه ليكي ما تحاوليش توصلي بطيورك للوضع اللي انا فيه ده. تمام. لان تحت الجو كان ساقعه، الفراخ في الطل، فما حافظتش عليهم كويس. فهنا ان شاء الله يعني هنبدا نظبط الدنيا ونلاحظ كده ونشوف التغيير والتعديل ان شاء الله بامر ربنا. وفي نفس لو انتوا واخدين بالكم الفراخ نحله ريش خالص اهي بتغير في ريش. في فراخ ربنا عدها يعني ظبطت الدنيا والريش بتاعها اكتمل، ولسه فراخ تانية. تمام. يلا انتظرونا بقى في فيديو جديد. حطوا لنا بقى اللايك والاشتراك وفعلوا لنا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. وبعتذر ان انا بتاخر عنكم في الفيديوهات، بس والله يعني الضغطه اللي انا فيها الظروف ان شاء الله هعمل لكم فيديو اقول لكم ايه الضغطه او ايه المشغوليات اللي عندي. وربنا يا رب يصلح حالكم وحالنا وحال امه لا اله الا الله.